حرفيا عملت طبق رز بسمتي بالصويا صوص وورك فرخه، كان طعمه حكايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، عاملين؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا النهارده هنعمل شويه رز بسمتي، بس هنعمله شويه هيبقى مكلف فيه هو شويه التوابل. طبعا هنعمله بزبيب وربع فرخه وشويه صويا صوص، والتوابل بقى هي هتبقى مكلفه شويه، بس الطريقه جديده، مش هياخد ولا كاري ولا كركم ولا اي حاجه خالص. هم دول بس اللي هنستخدمهم، وممكن كمان نستغنى عن شويه صويا صوص ونعمله زي نظام الرز الابيض العادي. بس انا حبيت ان انا اجربه بالصويا صوص مع شويه سكر مع شويه بابريكا. هنشوف المقادير بتاعتنا في الفيديو. خلينا قبل ما نبدا ما تنسوش تدعموني على قناه يوتيوب رامي سعد محبوب، ويلا بينا على الرز البسمتي. طبعا جبت كوبايه من الزبيب وكمان من الصويا صوص، ودي شكل ازازه الصويا صوص اللي انا بستخدمها اللي هي الصويا فاتح. وجبت طبعا ربع كيلو رز بسمتي، وطبعا جبت ورك فرخه مخلي ومتبل في تتبيله بقاله فتره، وعندي توابل بتاعتي قرفه حصى، وعندي ورق لورا وليمون مجفف وكزبره ومعلقه بابريكا، وكمان معايا حوالي ربع معلقه من القرفه وربع معلقه من الجنزبيل البودر، وعندي كمان 7 بهارات، وعندي بقى معلقتين سكر، ودول الاساسي. طبعا جبت الزيت وحطيته في الحله، ونزلت اهم حاجه بالسكر عشان يبدا ان هو يكرمل معايا، ولازم السكر يكرمل. بعد ما يكرمل معايا ويبقى لونه بني، انزل بالفراخ بالشكل ده، اديها الصدمه اللذيذه التركايه الحلوه قوي على السكر على طول، وابدا ان انا اقلبها على الجوانب لحد ما تاخد صدمه السكر وصدمه الزيت. زي ما انتم شايفين شكل السكر بقى عامل ازاي، تحس ان هو حروق، وده المطلوب. نزلت طبعا بالصويا صوص كلها، بدات انا اخلي الفراخ تتجانس شويه مع الصويا صوص، وكانت ريحتها يا جماعه حرفيا جميله كده. اتمنى ان انتم تجربوها. طبعا نزلت بالرز، وده اهم حاجه حرفيا، مش شرط الميه بتاعت الرز تبقى سخنه او مغليه. طبعا بدات ان انا اقلب الرز بالشكل ده، وانزل بالزبيب، وبعد كده انزل بالتوابل، واقلب ده كله، ولازم كل ده يتجانس شويه مع الرز، وياخد كده فتره كبيره قوي من تقليب. وبعد يعني بتاع حوالي 5 دقايق تقليب، وبعد كده لازم انزل بالميه، ومش شرط يكون الميه بتاعت الرز البسمتي زي ما قلت لكم ان هي تبقى سخنه. طبعا نزلت بالملح على حسب الرغبه، وما كترتش في الملح عشان نسبه الصويا صوص فيها ملح مع التوابل المحطوطه. وده شكل رز مع الفراخ. وبعد كده نزلت بالميه، وخليت الميه دافيه مش مغليه، وبصراحه كانت ريحته حلوه قوي، وكان طعمه جميل، وكان شكله حلو قوي، وكميه كبيره فعلا جدا يا جماعه. وطبعا بعد ما خليته في الحله 10 دقايق يتسبك زي ما انتم شايفين بالشكل ده، كانت ريحته حلوه قوي. ما تنسوش تدعموني على قناه يوتيوب رامي سعد محجوب. يا جماعه حرفيا الحله ما كانتش عايزه تفتح معايا، بس بصراحه كان ريحته لما فتحت الحله كانت ريحته رهيبه. بصراحه كانت حاجه فعلا فيها تركايه. اتمنى الفيديو يعجبكم. يلا بينا على فقره التقديم. والفراخ بصراحه كانت حاجه تحفه. يا سلام. وبكده انتهت الحلقه بتاعتنا بتاعت الرز البسمتي. حرفيا حاجه جميله جدا وتركايه وفيها كل حكايه. اهم حاجه لازم يبقى السكر مكرمل، والصويا تبقى كتير زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفراخ جدا مستويه جامد جدا اهي، حتى اهي على ده ابسط مثال. الفراخ طعمها حلو قوي ومخدومه في التتبيله صح. نشوف الرز. كمان الرز سنة السكر مع سنة الملح معادلين بعض، وبصراحة كان طبق رز بسمتي بالفراخ حلو وخفيف، ممكن تاكل في أي وقت. وبصراحة بحب الرز البسمتي بسبب إن أنا قلت لكم قبل كده بحب آكله بارد. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تدعمونا على قناتي يوتيوب رامي سعد محبوب مع أكلة جديدة ووصفة جديدة مع الرز البسمتي. سلام.